السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم. القصة ديالنا اليوم على واحد البنات ديال الليل، يعني بنات الكباريات أو بنات الملاهي الليلية والجرائم اللي متعلقة بهم. قبل ما نبداو حديثنا بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نبداو على بركة الله. أخواني أخواتي، ما تنسوناش من الدعم ديالكم، من اللايكات ديالكم، من التعاليق ديالكم اللي كتفيدنا باش نطوروا من المحتوى بإذن الله. المهم في مدينة مراكش هادو واحد عمال ديال النظافة اللي كيجمعوا الأزبال أعزكم الله مع الصباح في الكاميو. واحد النهار خارجين بحال هكا مع 7 ديال الصباح، مشاو لواحد الحاوية، بغاو يحاولوا يجروها باش يخويوها. تعذر عليهم الامر، يعني جاتهم ثقيله بزاف، امر غريب، ما قدوش يعني تعاونوا عليها والو، ما قدوش يهزوها. قالوا اجي اش غنديروا، ما غنديروا، اجي نحلوا نشوفوا شنو كاين، نحاولوا نقصوا من هذاك الشيء، نحيدوا حاجه بحاجه، ومن بعد عاد نخفوها، عاد نخويوها. المهم مني بداو كيقلبوا في الحاويه، حيدوا واحد لقاو واحد الخناشي ديال الردم ديال التراب، حيدوهم، حيدوا الخنشه الاولى، الخنشه الثانيه، الخنشه الثالثه، لقاو تحت من هاد الخناشي واحد الساشيه كحله كبيره. هما يجبدوا حتى ديك الساشيه، خنشه كبيره في الكحل. مني حلوها، حاولوا يفتحوها بحال هكايا، خرجوا ليهم رجلين ديال انسان، وهما حبسوا. مشاو عيطوا على البوليس، جاو البوليس، تجمعوا الناس، اشنو كاين ما كاين. قالوا لهم اودي حنايا راه جينا باش نخويو الحاويه، راه جاتنا ثقيله، قلنا اش غنقصوا منها عاد نخويوها. حيدنا خناشي ديال الردم، ومن بعد لقينا هاد المصيبه، راه غير بانوا لينا الرجلين. صافي تسخرنا اللور وقلنا نخليو البوليس يدير خدمته. المهم البوليس هنايا فتح هذيك الخنشة، فتحها، لقى واحد شابة في مقتبل العمر، اللي مطعونة عدة طعنات بآلة حادة، يعني الوجه ديالها متشوه، الجسد ديالها ومع كامل الأسف عارية بدون ملابس. بداو هنايا المهم حوطوا داك المسرح ديال الجريمه، بداو كيقلبوا من هنا، كيقلبوا من هنا، كيقلبوا من هنا. قالوا اش غنديروا، ما نديروا، غادي نصوروا الوجه ديالها. حاولوا يصوروا الوجه ديالها باش يحاولوا يتعرفوا على الضحيه. التاجئوا السكان اللي كاينين في هذيك المنطقه، كاين تمايا قريب كاين شي سكن عشوائي بحال هكا، شي دوار. المهم مشاو سولوا الناس تما واش كتعرفوا هاد البنت، واش كتعرفوا هاد البنت، والو، ما توصلوا حتى لشي حاجه. المهم صافي جمعوا داكشي، المهم مشات الجثه التشريح باش تعرف سبب الوفاة وتعرف نيت الهوية ديال الجثة. البنت واخا كتبان، البنت كما قلت لكم واخا كتبان يعني مشوه الجسد ديالها، ولكن كتبان في مقتبل العمر، يعني ديك 17 18 حتى ل 20 عام، يعني باقا صغيره، وحتى في الصحه يعني غليظه، ماشي شي وحده اللي ضعيفه، ولكن كتبان صغيره. المهم مشات الجثه، كيتسناو البوليس النتائج باش يتعرفوا على الهويه. ما لقاوش نهائيا الهوية ديال البنت. قالوا اكيد غادي تكون باقا صغيرة وباقا ما عندهاش البطاقة الوطنية. المهم بقات القضية بحال هكاك، دازت عليها تقريبا تكون شي 10 ايام بحال هكاك. واحد البنت جات كتديكلاري كتقلب على الاخت ديالها، واحد البنت في شي عندها شي 30 سنة، قالت لهم كنقلب على اختي، راهي خرجات وما بقاتش رجعت للدار. قالوا ليها شحال العمر ديالها، قالت لهم
غتكون عندها 18 سنة. الاسم عطاتهم الاسم وهذا، قالوا لها واش عندك شي صورة ديال الأخت ديالك؟ قالت لهم ما عنديش. المهم قالوا لهم كيفاش؟ قالوا لها كيفاش اختك خرجات هذه 10 ايام؟ وقالت لهم فعلا اختي خرجت هذه 10 ايام. قالوا لها كيفاش اختك خرجت 10 ايام عاد انت جايه ديكلاري عليها؟ المهم خرجات وهو يدخل الاخ ديالها، جا معاها الاخ ديالها قال لهم اش غنقول لكم، انا ما عندي ما نخبي عليكم، نتوما البوليس نتوما اللي خصكم تعرفوا كل شيء. عاودي راه الاخت ديالي راها خارجه الطريق، يعني عييت معاها انا كنضربها، عييت معاها الام ديالي والو، ما بغاش تراجع على داكشي اللي كدير فيه، كتمشي كتغبر باليوم باليومين بالثلاث ايام، اختي راه خارجه الطريق بمعنى الكلمه. وحنا دابا قطعات علينا الاثار ديالها، كنعيطوا في التليفون ما كتجاوبش، مطفي التليفون ديالها، بغينا نعرفوا هادشي باش جينا قلنا يعني طولات في الغيبه، داكشي علاش عاد جينا نديكلاريو. قالوا للاخت ديالها علاش ما جيتوش شحال هادي؟ قالت لهم عفوا، يعني هاد النقطة تطرقت ليها. قالوا لها علاش ما قلتيش لينا هاد الشيء؟ يعني قالت لهم اودي راني حشمت منكم، ما نقدرش نقول لكم اختي خارجة الطريق. المهم قالوا لهم شوفوا، حنا راه لقينا واحد البنت، يعني في هاد التقاد ديال الاخت ديالكم، بغيناكم تمشيو معانا لمستودع الاموات وتعرفوا عليها. قالوا لهم واخا. المهم مشاو معاهم المستودع ديال الاموات، جبدوا ليهم الجثه. المهم هنايا الاخ والاخت تعرفوا على الاخت ديالهم اللي سميتها سليمه. قالوا لهم هذه هي سليمه، راه في العمر ديالها 18 سنه، وراه ما عندهاش البطاقه الوطنيه، وحنا عيينا كنتغاوتوا معاها قلنا لها اش بغيتي هاد الطريق، دخلي في حالاتك، اشنو هادشي اللي بغيتي، علاش تابعه هادشي، انت ما عندكش باقا ما عندكش حتى البطاقه الوطنيه، شي نهار جرالك شي حاجه ما نعرفوكش فين كاينه هادشي علاش كنا كنغوتو. قال لهم الاخ ديالها اختي راه كتخرج كتمشي للملاهي الليليه، يعني يوميا كانت كتمشي للملاهي اليوميه. المهم قالوا لهم جيبوا لينا شي صوره ديالها. فعلا جابوا لهم الصوره ديالها، مشاو البوليس كيدوروا على الملاهي الليليه، واش كتعرفوا هاد البنت، واش كتعرفوا هاد البنت، واش كتعرفوا هاد البنت، حتى وصلوا لواحد الملهى ليلي، لقاو تما شي بنات. قالوا لهم ايه كنعرفوها، هادي راه سليمه، راه كانت كتكون معانا هنايا. بداو كيبحثوا فيهم كيسولوا فيهم، قالوا لهم النهار الفلاني واش كانت هنا؟ قالوا لهم بالفعل كانت هنايا، ومن بعد خرجت مع واحد السيد سميتو فلان. قالوا لهم الاسم ديالو وعطاوه المواصفات وداكشي. مشاو البوليس كيقلبوا على داك السيد، جابوه. فعلا جابوه. قالوا ليه واش كتعرف فلانه؟ في الاول انكر، قال لهم لا ما كنعرفهاش. عاود واجهوه مع دوك البنات، قالوا ليه لا كتعرفها، نهار الفلاني خرجت معاك مع شي وحده، خرجت غادرت الملهى معاك نتايا. قال لهم ايه بالفعل خرجت معايا. قالوا لي علاش نكرتي؟ قال لهم انا سمعتها ماتت، لقات مقتوله، انا راني خفت على راسي. راه فعلا هذاك النهار راه خرجت معايا ومشات معايا مشات معايا للدار، ومع ما عرفتش الوقت اللي غادرت فيه المنزل ديالو مشات في حالاتها. بالفعل غادي يديروا التحاليل على الحمض النووي اللي توجد فيها، لقاو بالفعل ديال هاد السيد، اتهموه شدوه بقى راه الاعتقال وراه التحقيقات. البنت تلقات بانها فعلا كانت مع هاد الشخص وبالاراده ديالها، وحامله من شهرين فاش جرى عليها تحريات وتشريح ديال الطب الشرعي. بقات القضيه هنا وبقى السيد مشدود. دازت واحد المده، معرفتش بالضبط شحال، دازت واحد المده في النواحي ديال مدينه مراكش، واحد السيد سارح الغنم ديالو، واحد شويه كيلقى دوك الغنم ديالو
مجموعين على واحد الخنشة كحلة وكيحاولوا يحلوها. المهم مشى جرى على الغنم ديالو، مني حاول يشوف شنو في هذيك الخنشة لقى جثة. تسوخر اللور، عيط على البوليس، اجيو اودي راني كنت سارح الغنم ديالي تجمعوا على هاد الخنشة ديال البلاستيك وراني لقيت فيها واحد الجثة. جاو البوليس كيقلبوا لقاو جثة ديال واحد البنت اللي حتى هي مقتبل العمر واللي عارية واللي مقتولة بنفس الطريقة بعدة طعنات والوجه ديالها متشوه. هنايا غيهزوا البنت وغيديوها للطب الشرعي من أجل استكمال التحقيقات. فعلا تهزوا البصمات ديال البنت، تعرفوا عليها، مشاو للدار ديالهم كيسولوا فلانة، قالوا لهم راه غابرة هذه ما عرفتش شي 3 يومين ولا 3 ايام، وراه حتى هي كتخرج للطب، لا كتخرج عفوا كتخرج للملاهي الليليه. انا وقيلا شد فيها عذرا، نشد فيه شويه الصيام، اعتذر. المهم مشاو كيقلبوا، قالوا الام ديالها بنتك شنو كانت كدير. هاد البنت سميتها كوثر، العمر ديالها شي 24 سنه. قلت لهم اودي البنت ديالي راه خارجه الطريق، فعلا خارجه الطريق وكتمشي للملاهي الليليه، وانا رعيت معاها بنتي هاد الطريق شنو بغيتيها، اش بغيتي هاد الطريق، اشنو بغيتي هاد الطريق. قالت ليها خليني ندبر راسي، ما بغاش تسمع الام ديالها. قالت لهم عييت فيها. وكاينه الاخت ديالها قالوا لها جابوها حتى هي حقوا معاها. قالت لهم فعلا اكدت لهم داكشي اللي قالت الام، قالوا لهم تمشيو معنا تعرفوا عليها. فعلا مشاو المستودع الاموات، تعرفوا على الجثه، بالفعل هي ديال الاخت والبنت ديال هاد السيده. هنايا قال لك البوليس كيعاودوا بان السيده ما استغربتش، لم تستغرب، جا هذاك الشيء عادي. قالت لهم انا كنت عارفه هذا الشيء غيوقع ليها، لان الاخر ديال شي واحد اللي كيمشي في هذا الطريق هو اما يتقتل واما يتغتصب واما ضروري غتجرى ليه شي مصيبه في الاخر. الطريق طريق مسدود، ما كيدي حتى شي بلاصه. المهم هزوا الصوره ديال البنت ومشاو كيقلبوا في الملاهي الليليه، واش كتعرفوا هاد السيده بنفس السيناريو ديال البنت الاولى، واش كتعرفوا هاد السيده، واش كتعرفوا هاد السيده، حتى وصلوا لنفس الملهى الليلي. هنايا من يدخلوا سولوا البنات، فعلا هاد السيده راه كانت معنا، كانت حتى هي كتخدم هنا، حنا كنخدموا هنايا كنترزقوا الله، الله يعفو علينا، وهذيك الهضره كامله اللي ما منها والو. المهم قالوا لهم نهار الفلان الفلاني واش كانت هنايا. قالوا لهم بالفعل كانت هنايا، ومع ديك الوحده ديال الليل راه خرجات مع واحد السيد، الطوموبيله ديالو ها كيفاش دايره وها كيفاش دايره. المهم بقاو كيبحثوا حتى توصلوا لهاديك السياره ولقاو مولاها. جابوه، مشاو بعدا للدار ديالو، دقوا على الزوجه ديالو، فينا هو فلان؟ قالت لهم ما كاينش. قالوا لها واش راجلك كيبات هنا يوميا؟ قالت لهم اودي مره كيبات وعشرات المرات ما كيباتش. المهم جابوه، قالوا ليه فين كنتي نهار الفلان الفلاني؟ قال لهم انا كنت في داري. بقاو كيضغطوا عليه يضغطوا عليه، في الاخر وهو يعترف، قال لهم بالفعل انا كنت في هذاك الملهى الليلي وهزيت هذيك كوثر، هزيتها معايا ومشات معايا بالفعل للدار ديالي، وها شنو درت ليها وشنو درت ليها، وراني قتلتها وراني هزيتها وراني لحقتها في البلاصه الفلانيه. المهم بقاو كيسولوا فيه علاش قتلتيها، نهار هنايا بالبكاء،
بقاو كيسولوا فيه علاش قتلتي هاد كوثر. اعترف ليهم حتى بالجريمة الأولى، قال ليهم أودي أنا كنت مزوج، هو كيدير كادر في شي سوسيتي، وهذيك السوسيتي على فكرة هي اللي كان كيجيب منها دوك الساشيات فاش كيدير الضحايا ديالو. قال لهم كنت خدام ومزوج، وواحد النهار جيت لقيت الزوجة ديالي في أوضاع مخلة مع واحد السيد. فعلا تفارقت معاها ومن تما حقدت على العيالات اللي كيخونوا واللي كيخرجوا لهاد الطريق. حلفت حتى ننتقم. فعلا تزوج مرة أخرى، وهذيك السيدة كيعاودوا عليها من أطيب خلق الله، ما كتخرج ما كتدرج، ولدات مع وليدات، شاده الدار ديالها، مقابله وليداتها، مقابله راجلها. ما كتجبد صداع ما والو، ما كتخرجش الا ما خرجها هو. ولكن هو بقات عنده ديك العقده النفسيه انه ضروري خصو ينتقم. قال لهم ما كنتش غنحبس هنا، كنت غنبقى تابع كاع دوك البنات اللي كيخدموا في الملاهي الليليه. قال لهم كنمشي كنستدرجها كنجيبها كندير كنفعل حتى كنوصل معاها انني نقتلها وننتقم منها شر انتقام، ونخسر ليها الوجه ديالها باش ما تعرفش الملامح ديالها. بالفعل اكد الطب الشرعي بان داك الحمض النووي اللي تلقى في الجثه الثانيه ديال هاد السيد، ايوا وكان هذا هو المصير ديال كل اللي خارج الطريق. هاد السيد تحكم عليه بالمؤبد. وهاد القصة خص البنات ياخدوا منها العبرة، بأن الطريق ديال هذيك الحرام وطريق الليل وطريق الملاهي الليلية وبنات الليل ما كتأدي حتى لشي بلاصة. طريقها مسدود، يعني فيها غير المشاكل والمعصية ديال الله سبحانه وتعالى. الله يعافينا ويعافيكم ويعافي جميع بنات المسلمين، ويستر على جميع بنات المسلمين يا رب العالمين. نتمنى تفاعلوا مع الفيديوهات، وعذرا لأننا يلاه مبتدئين. إلا كانت منا شي أخطاء اعذرونا، الله يجازيكم بخير، ونتمنى تبقاو على خير، وإلى فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.